دي مش كمامة، دي قطعة فنية. نهاركم ابيض. عايز اقولك لو انت بتكسب في الكمامة الواحدة 10,000 جنيه مش هتهتم بتفاصيلها كده. الفكرة في انك تكون بتحب اللي انت بتعمله. كل كمامة بعملها، كل قطعة عدة بنعملها العميل ليها قصة معانا، يبقى ليها معاني، ليها حظ، ليها قطعة جلد مختلفة. انتوا عارفين ان الجلد ده جلد طبيعي، فعمره ما بيكون كل الجلد زي بعض. مهما حاولت تهتم بانك تظبط كل حاجة تبقى زي بعض، لازم يكون في اختلافات بناء على خامة الجلدة نفسها. دي بتاعت حيوان غير ده. ففي الاخر عايز اقول لكم ان الكمامة دي من الكمامات اللي انا حبيتها وحبيت شكلها بعد ما خلصت، لان كمان اول مرة عميل يطلب مني اكتب اسم الكلب عليها بالعربي. تفتكروا بحر نوعه ايه؟ من مقاس الكمامة كده، الناس الخبراء من مقاس الكمامة كده نقدر نقول ان بحر نوعه ايه. يلا نهاركم ابيض.